ميريل ستريب وآن هاثاواي بيهزوا عرش البوكس اوفيس، ومعانا النهارده قنبله في المركز الثاني. كمل الفيديو للاخر عشان تعرف مين مسيطر ومين خسران في سباق شباك التذاكر. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 10 انيمال فارم، قصه رمزيه ساخره بتحكي عن ثوره بتقوم بيها الحيوانات في المزرعه، وبعد ما الخنازير تمسك الحكم كل الشعارات اللي كانت بتنادي بالحريه والمساواه بتتحول بالتدريج لديكتاتوريه قاسيه، وده بيجسد تحذير جورج اوريل من ان السلطه المطلقه ممكن تفسد اي ثوره وتحولها لنسخه اسوأ من النظام اللي قامت ضده. الفيلم محقق $704,000 الاسبوع ده، واجمالي ايراداته وصلت ل$5 مليون في اسبوعين عرض، رغم ان المخرج اندي سيركس والنجوم زي سيس روجن موجودين، بس الفيلم واقع في البوكس اوفيس وتقييمه صدم الكل ب2.5 على موقع IMDb. Hi, Lucky. What's up? We are going on vacation. To be food, or do you want freedom? Then let's fight for it. Animals running a farm? I want that farm. رقم 9 ديب ووتر، طيارة بتقع في مية غرقانة قروش مفترسة، مفيش أصعب من كده. مجموعة ركاب لازم يتحدوا عشان ينجوا من هجوم القروش واستحطام الطيارة. الفيلم بطولة ايرون إيكهارت وبين كينجزلي، ومن إخراج ريني هارلين ملك أفلام الأكشن والمغامرات. الفيلم محقق $837,000 الأسبوع ده، بإجمالي إيراداته وصلت ل$3,800,000 في أسبوعين عرض، وتقييمه على موقع IMDb 6/10. The way I see it, we have one job to do. You just gotta hold on. رقم 8 هوكم، الفيلم بيحكي عن كاتب رعب بيروح ايرلندا عشان يرمي رماد جثث اهله، بس بيتفاجئ ان المكان مسكون بساحره. الفيلم محقق $3,300,000 باجمالي ايراداته وصلت ل$13 مليون في اسبوعين عرض، وتقييمه على موقع IMDb 7.3. I'm getting a weird feeling. Something feels off. I keep hearing something. I think there's someone down here. رقم 7 بروجكت هيل ماري، الفيلم ده تقريبا اكتر فيلم اتكلمتوا عنه السنه دي. الفيلم محقق الاسبوع ده $6,600,000 باجمالي ايراداته وصلت ل$329 مليون في 8 اسابيع عرض، وتقييمه على موقع IMDb 8.3. راين جوسلينج لسه بيبدع، والفيلم ده من اكتر الافلام اللي كملت معانا وقرب يكسر حاجز ال$400 مليون. Please state your name. Ryland Grace. He spoke up from a coma. Son is dying. You are the only scientist who might know what this says. Every star was infected by its neighbor except one. Why? We don't know. Which is why we built a ship to go there and find out. I'm just a teacher at Grover Cleveland Middle. You have a doctorate in molecular biology. So, I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me. رقم 6 ذا سوبر ماريو جالاكسي موفي، ماريو بيخرج من مملكة المشروم وبيروح في مغامرة كونية بين الكواكب عشان يواجه تحديات فضائية جديدة. الفيلم محقق الأسبوع ده $6,600,000 بإجمالي إيرادات وصلت ل$413 مليون في 6 أسابيع عرض، وبتقييم 6.3 على موقع IMDb. رقم 5 بيلي ايليش هيت مي هارد اند سوفت، فيلم بيوثق حفلات مانشستر بتقنيه ال 3D، والمفاجاه انه من اخراج العبقري جيمس كاميرون. في الفيلم ده هتحس انك واقف مع بيلي نفسها على المسرح وسط اجواء خياليه. افتتاحيه الفيلم في اول اسبوع ليه $7 مليون بتقييم 7.6 على موقع IMDb.
James Cameron. No one shot a concert film on this scale before. It's gonna be loud. We're using tech that's never been used before. Can't wait. Here I go. رقم 4 ذا شيب ديتكتيفز. لما الراعي اللي بيقرا القصص البوليسيه للخرفان بتاعته يتقتل، الخرفان بتقرر ان هي اللي هتحل القضيه. فكره مجنونه وكوميديه جدا، بطوله براين كرانستون وإيما تومسون. فيلم عائلي ولطيف وفكرته بره الصندوق تماما. الفيلم بادئ بدايه صاروخيه ب $15 مليون في اول اسبوع عرض ليه، وبتقييم 7.7 على موقع IMDb. Are you coming for George? For George. And we have our motive. We need to look for clues. Stand back. I am, after all, a sheep detective. Officer Derry. I am George Hardy's lawyer. He wrote a will. In the nighttime stories, the people in the will are always the suspects. رقم 3 مايكل. فيلم سيرة ذاتية بيستعرض البدايات والحياة المبكرة لملك البوب الأسطوري مايكل جاكسون. الفيلم الأسبوع ده محقق $38 مليون بإجمالي إيرادات وصلت ل $245 مليون في 3 أسابيع عرض، وبتقييم 7.7 على موقع IMDb. You're confident. You're the greatest of all time. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? And we need to start selling. So? I'm planning an international tour. This is just the beginning. Music can change the world. What I want the world to feel. رقم 2 مورتال كومبات الجزء الثاني. عودة المقاتلين ومعاهم جوني كيدج عشان يواجهوا حكم شو كان المظلم. الفيلم محقق افتتاحية ضخمة ب $39 مليون في أول أسبوع ليه، وبتقييم على موقع IMDb 7/10. I'm not some champion. رقم 1 ذا ديفل ويرز برادا الجزء الثاني. ميرون بريسلي بتقرب من سن التقاعد وبتتقابل تاني مع أندي ساكس، بس المرة دي في مواجهة ضد مساعدتها السابقة واللي بقت منافستها إيمي تشارلتون. عودة الثلاثي الأسطوري ميريل ستريب وأنا هاثاواي وإيميلي بلونت هتخلي مايو 2026 شهر الموضة والصراعات النسائية القاتلة. الفيلم الأسبوع ده محقق $42 مليون بإجمالي إيرادات وصلت ل $147 مليون في أسبوعين عرض، وبتقييم 6.7 على موقع IMDb. You could write a book. The definitive Miranda Priestley expose. Going to the dinner. That's all. ميراندا بريسلي لسه بتسيطر على البوكس اوفيس وبتقول للكل انها الملكه، ودي كانت نهايه الفيديو. قول لي في التعليقات كنت متوقع ان ميريل ستريب تسيطر على البوكس اوفيس ولا لا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد عن السينما وترشيحات الافلام. اشوفكم على خير.